بقالي كتير نفسي اعمل بيتزا وافتكرت طعمها لما كنت بعملها في المطاعم، كانت حدوته. هنجيب العجان، انا هستعمل عجان فلامينجو، نحط فيه نص لتر ميه ومعلقه كبيره من اللبن البودر وخميره ورشه ملح ومعلقه سكر، وعندي 100 جرام من زيت الزيتون، هنحط 50 جرام دلوقتي وهنشيل 50 جرام هنستعمله وقت العجينه، ونقفل ونعمل ميكس راق من اللي قلبك يحبه. السعه بتاعت العجان 5 لتر، ونبدا نحط كيلو من الدقيق. انا عايز اقول لكم ان الكيلو ده هيعمل معانا 6 قطع من البيتزا، ونقفل ونضرب ضرب مستمر حوالي 7 دقايق، وفي النص نبدا نحط شويه زيت الزيتون اللي احنا خليناهم على جنب. انا عايز اقول لكم ان بيجي معاه مضرب بتاع العجين ومضرب كف ومضرب سلك ومعلقه بتاعه التقليب. الحله بتاعتنا تمام، يبقى العجينه بتاعتنا تمام، هنبدا نغطيها ونسيبها ساعه تتخمر، وده شكلها بعد التخمير. هناخد العجينه ونقطعها على 6، وممكن نشيل شويه في الفريزر ونشتغل باللي احنا موجود عندنا. رشه دقيق ونبدا نفرد البيتزا واحده واحده، وعلى الهاديه زبادي، وصينيه تدخل الفرن. صينيه البيتزا بقى صينيه مدوره، صينيه مربعه، براحتك، اكلتك ودلعها. هتديها شويه زيت صغيرين وتبدا تحط العجينه، وبصبعك تبدا تعمل حرف كده خفيف وبالراحه، وبشوكه ونبدا نخرم، ودي اهم حاجه. بعد كده نحط معلقتين من صوص البيتزا ونفرد، ودي بقى المرحله بتاعه الحشو. الحاجه اللي انت بتحبها هي اللي تعملها. انا عندي ستريبس حطيته في الزيت وقطعته مكعبات وحطيته على البيتزا، بعد كده غرقتها بشويه جبنه موتزاريلا ورشه زعتر، وضروري تحط رشه الزعتر دي، وعلى فرن شغال على 180 حوالي 20 دقيقه تطلع معاكم بالحلاوه دي. اكله سهله وبسيطه واي حد يقدر يعملها، حتى لو اول مره تعملوا العجينه في البيت. اعمل سيف للحلقه دي وتاكد انك عامل لي فول على الانستجرام عشان في دلع جاي. سلام.